شايفين الكرشة وجمالها ونظافتها. كل سنة كانت بتدوخني، السنة دي نضفتها بكل سهولة، ما تعبتنيش، ما عملتش اي ريحة في البيت، والله ما كنت شمالها ريحة، بمكون بسيط. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عيد سعيد لنا وعليكم. طبعا اخر فيديوهات العيد وليس اخرا. نظفنا المنبر طبعا، وكنا منظفين الكوارع، وبس ما حصلش نصيب ان الفيديو ايه يفضل على القناة. المهم النهارده او دلوقتي هننضف ايه الكرشه نضفتها، يعني كل سنه كانت بتدوخني. المره دي بصراحه حاطط لها مكون، بصراحه يا جماعه فرق فيها وفي تنظيفها. هقول لكم ايه المكون. طبعا انا هنا يعني ما ابتديتش معاكم من الاول. عندي هنا الكرشه انا عاملاها ايه، عندي نشا عاديه من غير اي حاجه، ومسكت الكرشه كلها دهنتها بيها، طبعا غسلينها غسله حلوه، دهنتها بيها ولفتها، او دهنت النشا فيها زي ما انتوا شايفين كده اهو، كويس كل حتة فيها، ولفتها وركنتها. على ما المية بتاعتي دفت، حطيت في المية نص معلقة نشا كمان، وبنزل فيها الكرشة حتة حتة. كانت يا جماعة بتطلع يعني بتتقشر، والله العظيم في حتت ما كنتش بحطها في المية. انا ما صورت لكمش كله لانه طبعا كمية معايا وانا قاعد عليها لوحدي، فالفيديو هيكون طويل يعني. شايفين انا الحته اللي بلاقيها مثلا فيها حته ما يعني في الحرف ولا حاجه باخدها على ايديا. طبعا خلصت حته وقطعت التانية، بنزلها في الميه طبعا ولا عليها جنبي. ساعه ما بحس ان هي سخنت جامد بحط لها شويه ميه ايه باردين. طبعا سخنه ناخد بالنا، وكمان فيها نشا بتسخن كمان معاها. بس بصوا يا جماعه، بصوا والله العظيم كانت سهله وكانت جميله وكانت زي الفل، ولا ليها اي ريحه. النشا بصراحة السنة دي ريحتني، والله شكرا يا نشا، ريحتني فعلا. لان انا كل سنة انا بنضفها عند امي، حتى لو مثلا مش مضحيين ولا حاجة، فلازم والدي ربنا يديله الصحة ويخليه يا رب هو وامي، لازم نروح نعيده معاهم لان هما في القرية اللي جنبي، فلازم نروحوا. فبعمل بقى الكرشة والممبار والكوارع يعني دول بيكونوا من نصيبي. امي واختي وتوزيع اللحمه، ومرات اخويا طبعا بقى الاكل والمطبخ وكده، وكل واحد اللي بيلاقي حاجه بيعملها بصراحه. نظفت معاكم الممبار في الكبه، كان فعلا ريحني برضو يعني السنه دي الحمد لله كانت مريحه، ما اخدتش وقت زي ما كنت باخد كل سنه. شايفين بقى الجمال، شايفين الجمال وشايفين بصوا يعني حرفيا بتطلع كده اهي، بصوا بتتقشر والله في ايدي اهي. يعني الحتة اللي كانت مستاهلة السكينة كنت بعمل بها السكينة، انما هي فعلا والله العظيم يا جماعة يعني كانت سهلة خالص. حتى مثلا اللي حابة تشتري مثلا كرشة، مش شرط تكون في العيد وعايزة تنضفها، عادي بمنتهى السهولة اهو. بخلص وبحط ورايا كده وباخد حتة تانية وشغالة كده لحد ما ايه اخلص الكمية بتاعتي. بصوا الجمال، انا مش يعني اهو بصوا بتطلع بايديا. الحته بس اللي بلاقيها محتاجه السكينه بدوس عليها بالسكينه شويه، انما هي ما كانتش ماسكه وما كانتش ليها ريحه. معرفش، انا مستغرباها السنه دي خالص والله. والسر طبعا في معلقه النشا اللي احنا حطيناها، انا مسكتها كلها دهنتها نشا، لفتها وسبتها على ما الميه سخنت بتاعتي. كانت النشا بقى ويا سلام بقى، كان نفسي في شويه بيكنج باودر بس ما لقيتش بصراحه. بس هي كده بالنشا، ولا ليمون ولا خل ولا كل الكلام ده، هي معلقه النشا انا دهنتها بيها، حطيت نص معلقه، متكتريش في الميه عشان ما تقلبش معاكي مهلبيه. اخلص بقى ايه الكميه بتاعتي وارجع اوريكم النتيجه في الاخر. بس يا جماعه اللي ما جربش النشا في تنظيف الكرشه فايته كتير، انا كان فايتني كتير والله يعني. بصوا شايفين الجمال والسهوله اهي. طبعا بقى ايه هنا بعد ما خلصت، ما حبيتش اطول عليكم بقى الفيديو، بعد ما خلصت ونضفنا ام الشلاتيت والممبار وكله كده، كان اخر حاجه انا رحت كل هدومي ميه لانه وقفت على الحوض طبعا. شايفين بقى الكرشه ونظافتها وجمالها، وش وظهر بصراحه كانت يعني بسم الله ما شاء الله، جميله ونظيفه وملهاش ريحه وحلوه.
مسكناها طبعا قطعناها وكيسناها بطريقة بسيطة وبطريقة حلوة وبطريقة نظيفة ما تعبتنيش. شايفين ام الشلاتيت؟ مش عارفة حبيبة ما قربتش الصورة ليه. دي ام الشلاتيت ام الشلاتيت ام الشلاتيت اللي طلعت 7 ستات. بس الحمد لله يعني انا اخدت حتة وامي حتة ونضفناها الحمد لله. كانت حلوة وكانت سهلة وكانت جميلة. ويعني هي دي فرحتنا في العيد. احنا بنغطس في الأضحية ومكوناتها، والحمد لله ربنا وفقنا وتمت بحمد الله. حبيت أشارككم الفيديو البسيط بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد علينا وعليكم. يا رب أكون فدتكم لو بحاجة بسيطة، معلومة بسيطة. بس أنا جربت تنظيف الكرشة بالنشا، حبيت أجربكم يمكن حد يستفاد مني. كل سنة وانتم طيبين.